اهلا بيكم في حلقه جديده. الرياضه ودورها في حياتنا، الرياضه لها دور كبير جدا في تحسين صحه الواحد، بس الفكره ان احنا عايزين نعرف بقى اثناء الرياضه نفسها، اثناء المجهود البدني نفسه، ايه التغيرات اللي بتحصل على جسمنا. طيب بدايه كده المخ بيبتدي يفرز ماده اسمها الاندورفين. الاندورفين ده عامل زي المورفين بالظبط، حاجه مورفين رباني كده. هو الاندورفين ده عباره عن مسكن للالام. الماده دي كمان بتغير من مزاج الشخص، بتقوي من جهاز المناعه، وبتزود من توصيل الاشارات العصبيه ما بين الاعصاب وبعضها. ده غير هرمون السيروتونين اللي هو معروف بهرمون السعاده، بيزيد اثناء المجهود البدني. غير كده كمان القلب بيبتدي ينبض ويطلع كميه دم اكتر، بحيث يقدر يكفي العضلات والجسم كله بالدم المطلوب. وكمان الرئه بتزود من السعه بتاعتها، بحيث توصل الاكسجين للعضلات والانسجه، توصل الاكسجين بكميه كبيره، بحيث العضلات تفضل تقوم بالوظائف بتاعتها وما تحسش باي تعب. طيب اثناء المجهود البدني الكبير ده، في البدايه الرئه بتزود السعه بتاعتها، بعدها بفتره بعد ما المجهود البدني بيكتر ازيد من اللازم، تبقى العضلات محتاجه كميه اكسجين اكتر. ففي الفتره دي الجسم بيطلع ماده اسمها 2,3 بي بي جي. الماده دي بتطلع من حرق الجلوكوز، يعني نتيجه حرق الجلوكوز وحرق الطاقه اللي الجسم بيحتاجها والعضلات بتحتاجها اثناء المجهود البدني. الماده دي بتطلع. الماده دي ايه الوظيفه بتاعتها؟ في الطبيعي جزيئات الهيموجلوبين وجزيئات الاكسجين المفروض بتبقى ماسكه في بعضها، فلما الماده دي بتطلع بتسهل من ان الارتباط ما بين الاكسجين والهيموجلوبين يقل، بحيث كميه الاكسجين اللي توصل للانسجه تبقى اكتر من العادي، لغايه ما العضلات بيوصل لها كميه الاكسجين اللي محتاجاها، لغايه ما توصل لمرحله من المجهود البدني العالي جدا. بتبتدي العضلات مش واصل لها كميه اكسجين كفايه، فبيبتدي تنفس العضلات بيتحول من التنفس الهوائي للتنفس اللاهوائي، يعني كميه الاكسجين مش كفايه. بس التنفس اللاهوائي برضه بيوفر كميه طاقه بحيث توصل للعضلات، بس اقل بكتير جدا من التنفس الهوائي، تقريبا جزيئين بس من الاي تي بي، لكن في التنفس الهوائي بيبقى 48 جزيء اي تي بي. الفرق كبير، بس العضلات بتحاول تتصرف على قد ما تقدر في الظروف اللي موجوده معاها. واثناء التنفس اللاهوائي بيبتدي الاكسجين تبقى كميته قليله زي ما قلنا، فبيبتدي يتركز حمض اسمه اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده لما بيترسب في العضلات بنبتدي نحس بكرامب او تشنجات في العضلات، وده بيحصل مع كتير مننا لما بيكون بيعمل مجهود بدني من غير ما يبتدي يسخن، لان انت اكنك فاجئت العضلات ان هي هتخش على مجهود بدني كبير من غير ما تهيأ لها ان هي هتبتدي تدخل على المجهود ده. وغالبا ده بيبقى دلاله على نقص كميه الكالسيوم في الجسم، فبيبقى المفروض ان الواحد يزود من امداد الجسم بالكالسيوم المطلوب من اللبن او الزبادي او البيض. في حاله الكرامب او الشد العضلي بيبقى الحل ان انت بتريح، بحيث العضلات يوصل لها كميه اكسجين كفايه، فيتحول التنفس اللاهوائي لتنفس هوائي، ويوصل لها كميه الاكسجين الكفايه والطاقه الكفايه، فيبتدي الالم بيروح. طيب التاثيرات اللي احنا قلناها دي بتحصل في اغلب الرياضات، بس كل رياضه بيبقى لها جزء معين بتركز عليه، يعني جزء معين من العضلات او جزء معين من الاداء نفسه على الجسم، فبتختلف من رياضه للتانيه. فبما اننا ذكرنا محمد صلاح وانا من عشاق كره القدم، فكره القدم نفسها بتقوي من العضلات، خصوصا عضلات الرجل. غير كده بتزود من هرمون النمو، وكمان بيزود من هرمون التستوستيرون اللي بيساعد على تقويه العضله وزياده قوه التحمل بتاعها، وبيزود من حجمها. ده غير ان هو بيزود من تركيز اللاعب نفسه، وبيزود من اللياقه البدنيه. طيب احنا كده عرفنا ايه التغييرات اللي بتحصل في الجسم نتيجه او اثناء المجهود البدني. طب يا ترى ايه الفوائد بتاعه الرياضه على الجسم بتاعنا او الصحه بتاعتنا؟ ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.